في مسلسل سوري اشتهر والعالم صارت تضرب فيه المثل وبشخصياته وبأكلاته وبكل شيء حرفيا. إذا حاب تعرف شو هو المسلسل كمل الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ إن شاء الله تكونون بخير. أهلا بكم. فيديو اليوم يا جماعة نفس ما قلت لكم بأول فيديو بالعنوان. يا جماعة في مسلسل سوري اشتهر. أنا ما أدري كيف اشتهر، هل هو عشان كلمة أو هو عشان زمن قديم؟ والله ما أدري. الحين راح نشوف كيف اشتهر، بس قبل لا نبدأ الفيديو لا تنسوا لي فولو على الانستغرام وعلى التيك توك وتشتركوا بقناة اليوتيوب. ويلا نروح للفيديو. يا جماعة أعتقد أغلبيتكم يعني عرف المسلسل واللي هو باب الحارة. يا جماعة باب الحارة اشتهرت شخصياته وكل شيء يا جماعة، بس ما وصلت إن تحطون جزء 13. الصراحة يعني الصراحة بس المخرج بطل بسام الملة المسلسل صار تحت الأراضي الصراحة. يعني بعد الجزء السادس خلاص يعني أفرتوها يعني خليتوا عصام يتزوج 4، خليتوا يعني أقول لكم من متى؟ من لما مات أبو عصام. أقولوا شوي لما مات أبو شهاب أوكي يلا مقبول، بس لما مات أبو عصام الحارة صارت يعني الحين انتوا راح تقولي شو المسلسل، ما أتوقع لحد الحين ما في حدا يعرفه، والناس صارت تمثل على أصواته. هذه قطعت فشرت، الحين بحط لكم إياها. أنا ما عم بعرف إخواتي، ما عم بعرف أخواتي. هلا ما عاد تعرف تخواني؟ مشان وحدة قليلة الترباية هي وجوزها؟ لكو أنت شو؟ ما أنت طلعتي قليلة الترباية أكثر منا. فشلت. يبعت لي قطع لساني. ما شفتوا يا جماعة أم عصام وأبو عصام صارت مشكلة بيناتهم؟ طبعا أبو عصام طلق أم عصام 50,000 مرة، والشيخ عبد العليم تزوج مرت أبو بشير. ما حد يدري إيش صار يا جماعة، قسم بالله المسلسل كذا فات ببعضه. في ناس قاعد يقولون إنه ندمنا إن فنا على هذا المسلسل مثل عصام. يعني هو اسمه بالمسلسل عصام صراحة، يعني ما أدري شو اسمه بالحقيقة. بس معتز كان عنده رأي ثاني اللي هو وائل لا شو وائل جسار، هذا مغني وائل شيء على ما أعتقد، والله ما أدري إيش كان اسمه الحقيقي. بس المهم كان يقول إن كل من دخل هذا العمل، الحين بحطلكم والله ما أدري إذا قلت الفيديو بحطلكم، بس كان يقول إن كل من دخل هذا العمل محظوظ واشتهر وما أدري وشو. قال أنا ما أقول إنه، قال إنه هو ما يقول إنه ندم دخل هذا العمل، بالعكس أصلا هو اشتهر من هذا العمل. بس والله ما أدري يا جماعة ليش في ناس ندمانة إنها دخلت هذا العمل، مع إنه أنا أشوف باب الحارة أسطوري يا جماعة. قسما بالله الأهل ملوا من كثر ما تفرجت على المسلسل هذا يا جماعة، حرفيا قسما بالله. كل ما أقعد كذا، وطبعا لما كنت صغير ولحد الحين كل ما أقعد كذا أحطه أهلي يقولوا لي يا أخي ما مليت يا أخي أنت راس إيش ما تنسى الأحداث. والله يا جماعة باب الحارة مسلسل أسطوري يعني إيش ما قلت عنه. الحين بحط لكم فيديوهات ناس وهم يتكلمون عن باب الحارة ويمثلون وكذا. ما عم بعرف أخواتي. هلا ما عاد تعرف تخواني؟ مشان وحدة قليلة الترباية هي وجوزها؟ لكو أنت شو؟ ما أنت طلعتي قليلة الترباية أكثر منا. فشلت. يبعت لي قطع لساني. أنا ما عم بعرف إخواتي، ما عم بعرف أخواتي. هلا ما عاد تعرف تخواني؟ مشان وحدة قليلة الترباية هي وجوزها؟ لكو أنت شو؟ ما أنت طلعتي قليلة الترباية أكثر منا. فشلت. يبعت لي قطع لساني. شو قلتي؟ يبعت لي حمى والله ما كان قصدي. قولي يا بنت الناس، انت هلا خلاص ما تلزميني، والشغله وطيب بتضبي اواعيكي وبتنقلعي برات البيت. انت طالع. انا ما عم بعرف اخواتي، ما عم بعرف اخواتي. هلا ما عاد تعرف تخواني؟ مشان وحدة قليلة الترباية هي وجوزها؟ لكو انت شو؟
ما انت طلعتي قليلة الترباية اكثر منا. فشلت. يبعت لي قطع لساني، يبعت لي قطع لساني. شو قلتي؟ يبعت لي حمى، يبعت لي حمى، والله ما كان قصدي. انا فشلتك سعاد؟ عم تقولي لي إلي فشل؟ ان شاء الله بينقطع لساني يا ابن عمي، ان شاء الله بينقطع لساني. استني عندك. دخيلك ابن عمي، والله مو قصدي. يبعت لي حمى ان شاء الله. شوفي يا بنت الناس، انت هلا خلص ما عاد تلزميني. وشك على اوضتك بتضبي اواعيكي وبتنقلعي برات البيت. الله يوفقك. انت طالق. انا ما عم بعرف اخواكي، ما عم بعرف اخواكي. هلا ما عاد تعرف تخواني؟ مشان وحده قليلة الترباية هي وجوزها؟ لكو انت شو؟ ما انت طلعتي قليلة الترباية اكثر منا. فشلت. يبعت لي قطع لساني، يبعت لي قطع لساني. شو قلتي؟ يبعت لي حمى، يبعت لي حمى، والله ما كان قصدي. انا فشلتك سعاد؟ عم تقولي لي إلي فشل؟ ان شاء الله بينقطع لساني يا ابن عمي، ان شاء الله بينقطع لساني. انا ما عم بعرف اخواكي، ما عم بعرف اخواكي. هلا ما عاد تعرف تخواني؟ مشان وحده قليلة الترباية هي وجوزها؟ لكو انت شو؟ ما انت طلعتي قليلة الترباية اكثر منا. فشلت. انا ما عم بعرف اخواكي، ما عم بعرف اخواكي. هلا ما عاد تعرف تخواني؟ مشان وحده قليلة الترباية هي وجوزها؟ لكو انت شو؟ ما انت طلعتي قليلة الترباية اكثر منا. فشلت. بتقولي انت بتسب فيا وهو بيحمل مرته مشان يبهدلك ويبهدلني. انا ما عم بعرف اخواكي، ما عم بعرف اخواكي. هلا ما عاد تعرف تخواني؟ مشان وحده قليلة الترباية هي وجوزها؟ لكو انت شو؟ ما انت طلعتي قليلة الترباية اكثر منا. فشلت. يبعت لي قطع لساني، يبعت لي قطع لساني. والله انا اللي ما عم بعرف احواكم. يا رب. يا جماعة هذه الفيديوهات اللي قدرت أحط لكم إياها وبس. والله يا جماعة باب الحارة أحب أقول لك إنه أنت أحلى مسلسل حضرته بحياتي ولن يصير التوب بعدك، بس لو ما طولوا الأجزاء. ترى بيختوا يا جماعة، بيخوا يعني. كيف الشيخ عبد العليم يروح يتزوج أم بشير، وكيف أبو قاسم يروح يتزوج مرت عصام. تعرفون من عصام؟ أخته يعني. دقيقة أشوف إيش صار له. تزوج زوجة ابن أخته. أوف والله قوية قسما بالله. وموتوا عصام. ما بطول عليكم، روحوا لنهاية الفيديو وبس. هذا كان نهاية فيديو اليوم. شكرا حبيتوا. إذا حبيتوا لا تنسوا اللايك، الشير، السبسكرايب، الكومنت، شير الإشعارات، وتنسوا الفولو على الانستغرام وعلى تيك توك. وباي.